يا صباح الورد والفل والياسمين على عيون احلى متابعين في الدنيا واحلى اخوات في الدنيا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني حابه قد كده، بجد بجد وحشتوني. ربنا يديمكم النعمه في حياتي يا احلى اخوات واصحاب في الدنيا. النهارده فيديو جديد، يلا في اول فيديو كده ناخد حسنات مع بعض ونذكر الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وياتي بها الفرج. النهارده فيديو جديد كده، يلا ادخلي برجلك اليمين. انا ريهام احمد ودي قناتي. لو لسه اول مره بتشوفي قناتي يا قلب اختك، تاكدي ان في اشتراكك بيفرق معايا جدا. نبقى عيله بسيطه كده، ربنا يديمكم نعمه في حياتي ونبقى اكبر عيله في الدنيا. طول ما انتوا واقفين في ظهري وسند ليا، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين. شكرا لكل اخ وكل اخت بتدخل في قناتي، ربنا يجازيكم كل خير على كل ضغط الزر بتعملوها لي، على كل لايك بتحطوه لي. ربنا يكبر بخاطركم اللهم امين. يلا بقى، لو لسه مشتركتيش انزلي اشتركي بسرعة وزودي عيلة البسيطة دي، اخت وصاحبة وصديقة. خلينا كده نكبر ونكمل ال1000 مشترك. خلاص يعني حاجات بسيطة انتوا قدها. احلى اخوات واحلى صحاب في الدنيا. اسفة 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 والله العظيم على تأخيري في تنزيل الفيديوهات. كانت مشكلة في السيستم في الشركة بتاعة النت. كان حاجات كده حاصلة، كانوا بيغيروا الخط الأرضي. كان في تغييرات في النت وكده، فالنت كان قاطع زيادة عن 15 يوم. وده اللي خلاني ان انا مش عارفة اساسا انزل لكم. وكان كمان مع قطعان النت النور بيقطع بقاله كام يوم. فالدنيا كان متدربكة فوق دماغي شوية. فاول ما النت جه امبارح، انا نزلت لكم على القناة ان خلاص النت جه الحمد لله. بعد ما كلمنا الشركة بعد معاناة طبعا. فقلت انزل معاكم الفيديو ده، كان جاهز معايا. فقلت انزله معاكم كده وارجع كده لقناتي ونرجع بقى لروتيناتنا الحلوة واكلاتنا الحلوة البسيطة. يلا ادخلي برجلك اليمين، عاوزة لايك وعاوزة تعليق. ربنا يكبر بخاطرك اللهم امين. يلا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. زي ما شفتم كده في اول الفيديو، هنعمل اكلة مطاعم سي فود. الولاد بقى يا ماما احنا عاوزين نروح ناكل في مطعم، وباباهم عاوزين ناكل اكلة سي فود. قلت لهم مطعم مين وريهام موجودة؟ عيب لما الكلمة دي تتقال. يعني عيب في حقي. فقمت بقى كده اشتغلت نفسي، بعت طلبت اوردر جالي لحد باب البيت. جالي الجمبري وجالي السي فود وجالي كمان اللهم ذكرني. الكابوريا كانت عندي، كان جوزي جايبها لي. فقلت بس اكله متكامله. هنضف بقى ايه، نضفت السي فود معاكم. السي فود بيحتاج ان هو يتنضف، بياخد تنظيف كتير علشان مهما بننضفه، اللي هو الجندفل اللي بيبقى فيه رمل. والكابوريا كمان نحاول ان احنا ننضفها، فنضفتها وشطفتها مرتين 3 4 5 6. لحد لما المية بتاعتها بقت رايقة جدا. وبعد كده دخلت على الجمبري حجم وسط، كنت جايباه ب370 جنيه. اسعار راحت في داهية. فكنت جايباه ب370 جنيه، فكان الحجم الاكبر منه كان عامل 400 وحاجة. فقلت بقى ايه، اي اكله وخلاص يعني اجيب الحجم ده. وكان حجمه معقول في التصوير يعني. هما لما جيت اطلب الاوردر طبعا بيوروني حجم الجمبري، فانا بطلبه على اساس كده. بعد ما جبت الجمبري حسيت ان حجمه قليل شوية او رفيع شوية. فقلت مش مشكلة يعني هيقضي الغرض وخلاص. فدلوقتي بعمل ايه، مسكت الجمبري، قصيت الشنبات وقصيت اللي هي اي حاجة بتبقى زوايد فيه. وبفتح الظهر من ورا كده، بقوم مطلعة السلسلة اللي هي الحبل الرملي ده، علشان يبقى نضيف وما نيجي ناكله ما يبقاش فيه اي زفارة، ويبقى كده حاجة قمر كده. حطيت اللايك ولا لسه؟ لو لسه ما حطيتوش يا ريت تنزلي تحطيه. طبعا بياخد برضو معايا غسيل وتنظيف. دي الكابوريا بقى كان جوزي جايبها لي. المفروض ان الكابوريا دي اللي هي البحاري، يعني جاية من البحر بتاعنا هنا في الأرياف، مش اللي هي من السواحلية، يعني مش كابوريا ساحلية. اقولها لكم ازاي يعني، مش من بتاعت. ما علينا ما علينا. هتحسوا بس باختلاف ان هي لونها، مش عشان انا اساسا استغربتها. يعني انا لما بجيب كابوريا بتبقى كبيرة، حجمها بيبقى كبير. وبتبقى كمان لونها اللي هو الفاتح مدي على بيج شوية، اللي هي الأنثى أو النتاية. والذكر بيبقى اللي هو اللبني شوية كده، مزرق شوية. فدي لا كانت كده ولا كانت كده، هي من دي عاملة زي لون الاستاكوزا شوية. فقال لي علشان دي بلدي.
كابوريا اللي هي البلدي بتطلع بقى من البحر عندنا احنا، البحر العادي ده. فقلت له ماشي تمام. هنيجي بقى بعد ما غسلتها بقى غسلة كويسة جدا، رحت على البوتاجاز بتاعي اخدت الحلة، وهنعمل اول حاجة ببدأ بيها الرز، لان الاكلة دي ما بتاخدش وقت خالص معايا، ايا كان السي فود او الجمبري، ما فيش حاجة بتاخد فيهم وقت 10 دقايق بالكتير. هتستغربوا بقى على البوتاجاز بتاعي سايباه معفن كده ليه يا ريهام؟ والله العظيم عاوزه اقول لكم ان انا شاويه سمك النهارده الصبح، كان للفطار، وحرق لي المكان لما بحط الشوايه بتاعت السمك على العين اللي في النص، فبلاقي المكان ده بتاعها ده بصوا اسود كده. فقلت بالمره بقى اعمل الاكل عليه. هو انا مسحاه ومنضفاه، لكن السواد ده عاوز يترش عليه منظف عشان ايه يطلع. فقلت هعمل الاكل بقى وبعد كده ايه ابقى انضفه. حطيت الحله اول حاجه، وقمت حاطه فيها بصلايه مفرومه دي هتبقى للرز، وحطيت كمان الصينيه جنبي بحيث ان انا هعمل الجمبري ايه وانا واقفه كده برضو. مش هياخد الجمبري اساسا 10 دقايق بيكون استوى، يعني 10 دقايق تحسوا ان هو بيبقى كتير كمان عليه. اول ما يغير لون كده وتقليبه واحده او تقليبتين خلاص هو استوى. عشان ما تديهوش سوا كتير يقلب معاكي زي السفنج، يبقى فيه عضه كده. اول حاجه عملتها في الصينيه اللي هي بتاعه الجمبري، جبت اللهم ذكرني قطع من الزبده، وبعدين جبت بصل برضو مفروم وهحطه كده يتشوح تشويحه بسيطه. وبعد كده هنزل بالفلفل الالوان، ايا كان بقى ما كانش موجود عندي فلفل الوان فانا هستخدم الفلفل الاخضر. هنعمله طاجن جمبري، بس مش اللي هو بالشوربه. في ناس بيحطوا بيغلوا الجمبري يعني بيعملوه بالشوربه. انا ما بحبش اللي بالشوربه خالص. انا بحبه ان هو كده يحتفظ بالطعم بتاعه، وبيبقوا شويه ميه صغننين كده، يعني تاكلوا صوابعكم وراه. انا ما بحبش الجمبري بالشوربه خالص، مش هضيع طعم الجمبري ان انا ازود الشوربه بتاعته او يبقى الميه كتير عليه، فانا ما بحبش كده. بصوا انا شغاله على الاتنين، زودت الميه على البصله بتاعه الرز، وهنا كنت شغاله في الجمبري. عملت ايه، حطيت قطعه زبده كمان لان حسيت ان الدسامه بتاعته او الدهون بتاعته شويه، يعني حطيت زودت قطعه زبده كمان، ونزلت بطماطمايه مفرومه. انا حطيت طبعا فلفل اخضر، وحطيت ايه شويه توم كده. جمبري يعني زبدة وتوم، يعني كتري في الزبدة والتوم هتاخدي احلى جمبري. بحيث ان انا هعمل الجمبري بالصوص او طاجن، فسبتهم يشتغلوا مع بعضهم كده ويسووا مع بعضهم، عشان زي ما قلت لكم الجمبري بياخدش وقت خالص في السوا. هنا كنت بعمل الرز، حطيت المية بتاعته وسبتها تغلي، وبعدين سقطت الرز وحطيت بقى كمون بقى وملح وبس. هو كده الرز اتعمل، اللي هو الرز الصيادية العادي جدا. هنا بقى كانت خلاص التخديعة بتاعت الجمبري او الصوص بتاع الجمبري اتسبك خلاص. فلما بلاقيه خلاص اخد السوا واتسبك، بنزل بالجمبري بتاعي واحدة واحدة كده بالراحة على الرايق خالص. بقوم ايه مقلبة في الجمبري مش كتير عشان ما يتهريش منك برضو. هسيبه لحد لما ياخد لون على الجنب ده، واقوم ايه مقلباه بس، وانا بقلب كده بالراحه. انا عشان مجريه لكم الفيديو هتحسوا ان انا سريعه شويه، انا عشان الفيديو ما يطولش عليكم. طبعا في ناس بتبقى بتتفرج بباقات اللي هي الباقات العاديه بتاعه التليفون، وفي ناس بتبقى بتتفرج بالنت اللي هو النت العادي. فانا بعمل حساب ان في ناس ما بتحبش الفيديو طويل عامه، وفي ناس بتحب الفيديو ان هو يطول، فكده وكده عامه. بحب ان مدة الفيديو ما تطولش عليكم، تبقى يعني ايه تبقى في المعقول. حطيت الجمبري وكل وقت للتاني بقوم مدياه تقليبه بسيطه كده علشان ما يتهريش، واول ما هيغير معايا لون هقوم مدخلاه الفرن. طبعا هحط له التوابل بتاعته اللي هي التوم والملح والكمون كمان. انا بقول لكم التوم، قصدي الملح والكمون. واللهم ذكرني لو حابينه سبايسي بتضيفوا شطة، لو كنت يعني بتحبوهم اللي هو سبايسي قوي بتضيفوا شطة في الاول، يعني بدل الفلفل الاخضر بتحطوا 7 شطة خضرة كده بحيث ان هو يبقى سبايسي معاكم. فانا هضيف شطة حمراء اللي هي عشان ما كانش عندي شطة خضرا اضيفها، وبعد كده هضيف الكمون، بعد كده الملح، ويبقى الجمبري كده تمام التمام. هستنى بس يغير لون معايا، وهو اخد وقت معايا على النار علشان الصينية كانت محكومة شوية والجمبري مش مفروض فيها، فبستنى ان هو ياخد لون وبعدين اديه تقليبه.
ياخد لون واديه تقليب. انا بحبه في المرحله دي قوي قوي قوي، بقعد بقى كده ادندن مع نفسي كده واحده ورا التانية كده، بيبقى روعه. هنا كنت عامله ايه، كنت حاطه الحله بحيث ان هي تغلي للكابوريا. الكابوريا انا هعملها اللي هي زي الاستاكوزا. بعملها ازاي؟ بقوم حاطه الميه تغلي، وبعد كده بقوم ضايفه الكابوريا وحاطه لها شويه ملح وشويه كمون وبس كده. تغلي بقى غلوتين مع بعض كده، ونطلع بقى نقزقز كده الكابوريا، بتبقى تحفه. لو كابوريا كبيره بعملها بطريقه، شفتوا اللي انا عملته في الجمبري كده، بعملها بنفس الطريقة اللي هي البصل والطماطم والفلفل الأخضر، وبسيبها تتشوح في ده كله كده وشوية مية صغيرين لما بتبقى كبيرة. بس علشان دي أخدت سوا معايا كتير، فكان محتاجة ان هي تتسلق، يعني تسليق عادي. هنا بقى هنعمل السي فود، مش هياخد وقت خالص. انا كده كنت دخلت الجمبري في في الفرن البوتاجاز علشان اللون ياخد لون يعني معايا من الوش وكده. كده عملت ايه، جيت على العين اللي في النص اللي هي يعني ايه بتعاني معايا طول ما انا واقفه قدام البوتاجاز، بحس ان هي يعني بتسعفني كده، حاجه سريعه كده. فبستخدم العين في النص دي، حتى هتلاقوها يعني اشتكت مني. جبت الحلة، هنعمل السي فود، مش هتاخد وقت معانا برضو، بتعمل بمنتهى السهولة. اهم حاجة لو وصلت لحد هنا فاكيد الفيديو عجبك، ولو 1%، ياريت ما تطلعيش من الفيديو غير وانتي حاطة اللايك. هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم. يلا بقى عوضوني على اليومين اللي انا غبت معاكم فيهم، غبت عليكم فيهم. هحط لايكات كتير، عاوزة لايكات وتعليقات بقى، عرفوني ان انتوا لسه فاكريني. انا بحس لما ببعد عنكم يوم او يومين بحس ان انتوا نسيتوني خلاص، مش عارفة ليه. هنا عملت ايه، جبت الحلة سبتها تسخن، وبعد كده حطيت فيها قطعة زبدة كبيرة وفرمت بصلاية وحطيتها. هسيبها بقى البصلاية دي ان هي تدبل بس مش اكتر. في طرق كتير للسي فود، ودي احلى طريقة انا عملت بيها السي فود، وكان طعمها مختلف جدا. بصوا انا هعلق تعليق واحد وهتلاقوه يعني ايه اما يجي الوقت ده هقول لكم عليه. حسيت ان هو غير لي السي فود، بس هقول لكم واحده واحده بس مع بعض عملت ايه. جبت هنا معلقه دقيق. طب ايه فايدة المعلقة الدقيق اللي انت حطيتيها دي على الزبدة وعلى البصلاية وكلكعت لك الدنيا؟ الدقيق دي هتخلي الدقيق ده مش هيبان طعمه عامة. دي معلقة واحدة اللي حطيناها هيخلي شوربة السي فود تتقل معايا، تبقى دسمة كده وتقيلة. الناس اللي بيحبوا شوربة سي فود خفيفة ما يحطوش الدقيق ده، او يستغنوا يعني عامة عن الخطوة دي. بس انا بحبها كده، تحس هي لا تقيلة ولا خفيفة، حسوا ان هي بتشربوا حاجة كده دسمة، انتوا فاهمين. عملت ايه دلوقتي، بنزل بالسي فود مرحلة مرحلة. حطيت دلوقتي الكابوري، وهحط دلوقتي السمك الفيليه، الحاجات اللي هي بتاخد وقت الاول بقوم حطاها كده وتقليبتين 3 بس مش اكتر، وبحط الحاجة التانية اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت جايبه السي فود منين، كنت المفروض ان انا بجيب سي فود اسمها 10/10، كنت شغالة بيها وكانت بجد 10/10، كانت تحفة جدا. السي فود ده كنت في مول، وكنت لاقياه كده اكياس كده متعبية، فقمت جايبة الكيس، كان عامل 70 جنيه. فما عجبنيش الصراحة، لقيته كله جندفلي كده ومفيهوش لا جمبري ولا فيه كابوريا ولا فيه اي حاجة. عملت ايه دلوقتي، نزلت بالسي فود كله، ونزلت باللبن، جبت كيس لبن بخيره، وكريمة طهي، الكريمة اللباني كانت عندي في الفريزر. كنت عاملة بيها مش فاكرة ايه قبل كده، وكان عندي نصها نص العلبة، فاستحرمت ان انا ارميه فحطيته في الفريزر. فانتوا قولولي بقى، هل الكريمة اللباني دي بتفسد او بتبوظ؟ لان انا لما حطيتها على السي فود في الوقت ده حسيت ان هي شفتوا لما يكون لبن مش صابح، تحسوا ان هو قطع، فعملت لي تكتلات كده في البتاع في شوربة السي فود ذات نفسها. فانا مش عارفة ايه الصراحة. هي كانت خطوة دي يعني المفروض كنت استغنيت عنها وجبت واحدة جديدة، او كنت استغنيت عنها خالص. فانا بحب ان طعم الكريمه اللباني يبقى في السي فود، وانا متعوده ان انا اعملها كده. فكانت عندي الجزء ده من العلبه بتاعه الكريمه اللباني فحطيته. فده حسيت ان كريمه السي فود تحس ان هي مش عارفه، حاسه ان هي كانت غريبه الصراحه. كده كان الاكل بتاعي خلص. ده شكل الجمبري، ودي شكل شرب السي فود، ودي الكابوريا، والرز بتاعي كمان كان استوى.
حبيتش ان انا اطول عليكم اكتر من كده، حبيت ان الفيديو يكون خفيف، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب بقى يكون كده الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه حاجة ولو بسيطة. لو الفيديو عجبكم بقى متبخلوش عليا باحلى لايك من احلى اخوات في الدنيا. هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم من داخل مصر ومن خارج مصر. وجودكم في قناتي وتشريفكم وتشجيعكم لي باشتراككم في قناتي ده شرف ليا. استنوني في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله.